تفتكر ازاي المكان اللي المفروض يكون ملاذك الآمن للشغل ممكن يتحول لواحد من أخطر الأماكن اللي بتقضي فيها يومك؟ مكتب عادي جدا مفيهوش ماشينز أو شغل صناعي، ممكن يبقى فيه خطر كهرباء، وقوع، حريق، أو إصابات من اللي بتحصل بسبب طريقة القعدة. وده اللي ظهر لما عملنا السيفتي انسبكشن لمكتب مستر طارق. المكتب موجود في الأوضة 204 في الادمنستريتيف بيلدينج في الدور الأول. الموظف اسمه مستر طارق، وهو شغال اكزيكتيف سكرتري. شغله بيشمل تجهيز الورق، ترتيب المواعيد، الرد على التليفونات، والتعاون مع الزوار. مستر طارق بيشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل 6 ايام في الاسبوع، ومعظم الوقت بيبقى قاعد على المكتب ومش بياخد غير بريكس قصيره جدا. من الحاجات الكويسه ان المكتب فيه برينتر، تليفون، كمبيوتر، وطفايه حريق. لكن المشكله ان بعض الحاجات دي مش مترتبه او مستخدمه بشكل امن. مثلا طفايه الحريق موجوده، لكن في صناديق بتحجب جزء منها. اما المشاكل الاساسيه كانت في الورك ستيشن، الكهرباء، الممرات، التخزين، وجو المكتب، وساعات الشغل الطويله. اول مشكله لفتت نظرنا كانت الورك ستيشن. مستر طارق بيستخدم كرسي خشب قديم، والارم ريست بتاعته مكسوره، والكوشن بتاعته مستهلكه. الكرسي فيكسد ومش بيتظبط، فرجليه مش بتكون ثابته على الارض وهو بيشتغل. الشاشه موجوده ناحيه اليمين فوق الاركايف بوكسز، وده بيخليه يفضل لاوي رقبته لفترات طويله. ولما بيقرا الورق بينزل راسه لقدام عشان مفيش دوكيومنت ستاند يحط عليه المستندات بتاعته. كمان هو بيكتب ساعات طويلة من غير بريكس، وأوقات بيتكلم في التليفون وهو حاطط التليفون بين ودنه وكتفه. وكل ده ممكن يعمل وجع في الرقبة، الكتاف، الظهر، والساعد. عشان كده خطر كمبيوتر ورك ستيشن يوز أخد درجة 6، يعني هاي ريسك. بس هل الكرسي ده هو أخطر حاجة موجودة في المكتب؟ المفاجأة ظهرت لما بصينا على الالكتريكال ارينجمنت. في 6 واي اكستنشن ستريب بتوصل عليها الكمبيوتر، الشاشة، الطبعة، الغلاية، الميكرويف، وكمان المروحة. يعني أجهزة كتيرة جدا واخدة كهرباء من نفس المكان. وفوق ده كله سلك الغلاية محطوط متقطع ومهري قريب من البلاج. الغلاية نفسها محطوطة فوق ورق قريب من البرنت، والكوبايات نفسها بتتحط جنب الكيبورد والمشترك الكهربائي. هنا ممكن يحصل حرايق أو إلكتريك شوك. احنا قيمنا الكونسيكونس بدرجة 3 لأن الإصابات ممكن تبقى كبيرة جدا، واللايت لود كمان بدرجة 3 لأن الأجهزة التالفة والحاجات المعرضة للخطر بيستخدموها كل يوم. فعشان كده الريسك فاليو بتاعتنا هتبقى 3 في 3، او اللي هي الكونسيكونس في اللايت لود هتيكوال 9. وده تقريبا اعلى فاليو في ال 3 باي 3 ماتريكس، اللي هي تعتبر من هاي ريسك لاكستريم ريسك. في كمان تريب هازاردز واضحه. كابلات الكهرباء وكابلات الانترنت متشابكه مع بعض تحت المكتب. اجزاء من الاركان بتاعت السجاده بتبقى مرفوعه، فعشان كده بيبقى في طرف معدن قريب دايما من الباب. كمان في ستورج بوكسز قدام طفايه الحريق، ودي بتضيق مساحه المدخل. وفوق الكابينة الحديد في اركايف بوكسز متكونة من 4 طبقات، يعني عشان مستر طارق يجيب ملف محتاج يقف على كرسي عشان يوصل للبوكسز دي. وكمان ده مش ممكن بس يخليه هو يقع، ده كمان ممكن يخلي الصناديق دي تقع على حد. جو المكتب نفسه مش مريح. بيكون في شمس في الشباك اللي ورا السكرين فبتعمل سكرين جلير. بيكون في فلورسنت لايت بتفضل تفصل وتنور طول اليوم. المروحة بتنشر التراب، والجو بيكون مكتوم ودافي خصوصا بعد الظهر. كمان مستر طارق بيشتغل لوحده من 5 ل 8 بالليل، يعني لو حصلت إصابة أو إمرجنسي أو طلب مساعدة ممكن ده يتأخر. وساعات الشغل الطويلة وضغط الوقت وقلة الراحة ممكن يعملوا ستريس أو فتيج. الناس اللي ممكن تتأثر بالمخاطر دي هي مستر طارق والموظفين والزوار. أقل درجة عندنا في التقييم كانت للوركينج انفايرمنت، كانت بدرجة 3، يعني حوالي ميديوم ريسك. ومفيش أي لو ريسك نهائي في التقييم. أول حاجة لازم تحصل إننا نشيل الغلاية التالفة واللي سلوكها مهرية من الاستخدام فورا، يا نصلحها يا نغيرها. وكمان لازم حد متخصص يفحص كابلات وتوصيلات الكهرباء، ونقلل عدد الأجهزة المتوصلة على نفس المشترك، ونبعد الكابلات والتوصيلات عن مكان الرجلين. المينتيننس أو الإلكتريكال تيم هم اللي مسؤولين عن ده، وده المفروض يتنفذ في يوم أو يومين. بعد كده السيفتي أو الفاسيلتيز تيم لازم يشيل الصناديق من قدام طفاية الحريق ويخلي طريق الخروج فاضي. كمان الغلاية لازم تبقى بعيدة عن الورق والطبعة، وده يتعمل في حوالي أسبوع. الاوفيس مانجر لازم يوفر دوكيمنت ستاند، ادجستبل تشير، وكمان هيدسيت، وينظم بريكس خلال اليوم. والفاسيلتيز تيم تصلح السجاده، تركب ترانزيشن ستريب، وتوفر ستيب ستول، وتنقل الصناديق التقيله لتحت. واخيرا الديبارتمنت مانجر لازم ينظم مواعيد الشغل وحجم المهام، ويحط تشيكن سيستم بيشتغل وقت ما مستر طارق بيشتغل لوحده، مع توفير ارقام للطوارئ والامرجنسي. في النهايه المكتب شكله عادي، لكن الفحص وضح إن المشاكل الصغيرة ممكن تتجمع وتعمل خطر كبير. أعلى خطر كان الإلكتريكال سيفتي، وتصنيفه كان بدرجة 9، وده اكستريم ريسك أو هاي ريسك. لو ظبطنا الكهرباء
وشلنا العوائق وحسنا التخزين والورك ستيشن، المكتب هيكون أأمن بكتير لمستر طارق والموظفين والزوار.